رجعنا عدنا نستأنف هذا الحوار المباشر مع السيد العميد هشام المدب. أنا باحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية. الباحث المختص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية حول جملة من القضايا والملفات. فرد مرة جاوب على أسئلة الناس اللي عنده سؤالي مرحبا. جملة من القضايا والملفات التطورات الدولية والإقليمية وتداعياتها وانعكاساتها على الساحة الوطنية التونسية. بطبيعة الحال أنا باحث في الشؤون الاستراتيجية في انتظار التحاق بعض المشاهدين، ونتمنى أنه نستقبل أسئلة كل من يريد أن يتوجه بالسؤال. فرد مرة جاوب على أسئلة الناس للسيد اللي عنده سؤالي حول بعض القضايا الراهنة الدولية والإقليمية وتداعياتها على تونس. لا سيما احنا اليوم سي هشام نعيش فترة حساسة جدا، ليس على المستوى المحلي فقط وإنما على المستوى الدولي والإقليمي. هناك تطورات كبيرة جدا ومتسارعة دوليا وإقليميا، فبالتالي وفي ظل العولمة والتكنولوجيا وتطور الاتصالات والإنترنت، العالم اليوم أصبح أشبه بمدينة صغيرة. أي حدث في أي مكان من العالم يتأثر به مباشرة. يعني احنا ان شاء الله اليوم نحكيو بالاساس الحاجات اللي تم تونس، معناها حتى كي نحكيو الموضوع الدولي والاقليمي فما حاجه تمس تونس، فهمت كيفاه؟ باش المواطنين ساعه من ناحيه ثم السلطات ينتبهوا اذا كان فما معناها حاجه بالاخص سلبيه تمسنا احنا باش ينتبهوا لها. طيب، السؤال الاول سيد هشام، السؤال الاول حول هذه التحولات اليوم السياسيه والجيوستراتيجيه الدوليه والعالميه. هناك تحولات كبرى يشهدها العالم اليوم، لها بطبيعه الحال كما كنا نقول انعكاسات مباشره على الساحه الدوليه وعلى الساحه الاقليميه وعلى الساحه التونسيه. نبدا مثلا في هذا التقارب المفاجئ الاخير بين المملكه العربيه السعوديه وايران، وهذا يعني التحول الكبير في التموقع الدولي بين بعض القوى والاطراف الدوليه التي كانت في تحالفات سياسيه كلاسيكيه. هناك متغيرات جديده. ما قراءتك وتعليقك حول هذا التموقع الجديد وهذا الحلف او التقارب الجديد بين السعوديه وبين ايران برعايه صينيه طبعا؟ باهي، بارك الله فيك ومرحبا بالساده المتابعين الكل، ونحاول باش نعطيهم انا معطيات ومعلومات اللي ماهيش قاعده تتقال في وسائل الاعلام، وباش نحاول نكون محايد الى حد ما، لانه انا عندي توجهات سياسيه كما التونس الكل، لكن في حديثي وفي تفسيري باش نحاول نكون حقيقه عندي برشا حياد حتى نفيد الناس الكل، نفيد المعارضين ونفيد الناس اللي في السلطه ونفيد الناس اللي مش متسيسين ونفيد العباد الكل. واللي باش نحكي فيه راهو هو عنده علاقه بتونس، لانه على سبيل المثال تو انسان ساهر قاعد في القهوه يقول لك احنا دخلنا في الموضوع نتاع ايران والسعوديه التقارب. لا عنده يمسنا احنا مع الاسف يمسنا. الاشكال صار ساعه تفكير خفيف، الموضوع احنا نتلولوه في 6-7 دقائق. اشكال صار 2016 بين ايران وبين السعوديه قامت باعدام شخصيه معناها شيعيه، داعيه شيعيه، تغشت ايران، صار معناها وقف احتجاجي قدام السفاره تاع السعوديه في ايران، وعلى معناها من جراء ذلك وقفت العلاقات. اليوم السعوديه عندها ظروف خلتها يلزمها باش تبدل النمط على الاقل الاقتصادي وثم السياسي اللي ماشيه به. شنو هو السبب؟ السبب هو نهايه الطاقه في بدايه من سنه 2029 هي بدايه انخفاض انتاج الطاقه في العالم اجمع، مش في السعوديه برك، كل عام. هي وبالتالي الامان فينانسير هذه المدخول الرئيسي في الطاقه بالنسبه للسعوديه وبلدان الخليج الكل باش يتهاوى، معناها باش يتيح في الضرب، مع الاشاره وانه كي باش ينقص الطاقه باش تغلى برشا، تولي الناس ما اشتغلت عليها ما عادش فيها. دونك باش يقعدوا لهم تقريبا على قلوبهم، معناها اللي عنده طاقه معناها كي توصل كيف تتجاوز البرميل $700 توا نقولوا في ما يتجاوزش $100 توا، كي باش يتجاوز $700 ما يشري العباد ما عادش تاخذ عليه. دونك ظروف باش تتبدل برشا، معناها جايتنا راهو يتوسع جد التغييرات، راهو ما تتوقعوهاش وما تصوروهاش، راهو هنا احنا سنه 23 الانخفاض مش باش يبدا من سنه 29، لا باش يبدا من قبل، هو باش نحسوه من قبل، وربما عامين اخرين ربما 3. السعوديه على سبيل المثال كانت مركزه على بيع الطاقه،
تو تحب تبدل على النمط الاقتصادي اللي هو في الامارات. شنو هو الامارات؟ معناها تحب تتبنى تجاره، تتبنى تكون مركز تاع تجاره اقليمي مهم. باش تكون مركز تاع تجاره اقليمي مهم لازم يكون عندها اعداء في الداخل وفي الخارج. معناها الحوثيين اللي هم موجودين المعارضين معناها اللي هازين السلاح في اليمن، اللي قاعدين يضربوا في السلطه اللي هي معناها مركزتها سعوديه. السلطه في اليمن اليوم معناها برعايه سعوديه. اليمنيين المعارضين يضربوا في السلطه اللي في اليمن، ويضربوا في السعوديه، ويضربوا في المصادر تاع الطاقه، مركزين على مصادر تاع الطاقه. هذا السعوديين ما يقولوش حل، حتى بالغطاء الامريكي اللي هو عنده حدود. معناها الغطاء الامريكي هم ما يغطيكش 100%، معناها يعطيك تغطيه معينه. فهمت كيفاش؟ الامريكان ما عطاوش تغطيه 100% للسعوديين، هذا بصراحه نقولوه على قدر فلوسهم، انا على قدر ما يدفعوا. دونك اليوم السعوديين في ورطه، يحبوا يبداوا يبدلوا النمط الاقتصادي باش يبنيوا مدينه معناها بالطول هذا نيوم معناها على البحر الاحمر، باش انت تبني بلد اقتصادي وتجيك السياح من العالم اجمع. مش نحكيو على الحج، يلزمك بلاد رايده واحد، يلزمك ما عليكش اعداء على الاقل باش تضربك من الجيران نتاعك. دونك بداوا في تقارب مع ايران. ايران بيدها يساعدها الموضوع لانه عندها فما عزله دوليه خاصه سياسيه واقتصاديه معناها مهمه برشا، وظروف الاقتصاديه بتاعها هي بيدها معناها يساعدها معناها بتصلح الوضع نتاعها. لكن هذا التقارب ما اقتصرش على السعوديه وايران، بل مشى للحلفاء نتاعهم. معناها وصل للامارات بالنسبه للسعوديه، ومس سوريا واليمن بالنسبه لايران والسعوديه زوز. بيقول قائل ايش دخلهم فينا احنا دوم؟ احنا ايش حكينا على السعوديه؟ احنا حكينا على اعداء الخارجيين يقعدون الاعداء الداخليين. شكون الاعداء الداخليين؟ ايش عندها في السعوديه؟ شنو اللي فما انشطه سياسيه، احزاب ممنوع، فما جمعيات معناها بتاع مجتمع مدني وكما في تونس ممنوع ما فماش، فما معناها وسائل اعلام قويه تقوم بالنقد، وشخصيات معناها فلسفيه وسياسيه معناها ممنوع ما فماش. شو قعدوا لهم الحلقات نتاع الاماكن الدينيه، حين ما تجي فرصه باش يتقابلوا يحكيوا على شو يزيدوا وشو ينقصوا. فلان الامير الفلاني الغلطه اللي عملها، والامير الفلاني يعطيه الصحه عمل كذا، وهذا سوى وهذا دنا. دونك المجالات الضيقه اللي مسموح بها في اللقاءات في السعوديه هي ذات طابع ديني. وبالتالي اللي صار في عام 70 معناها شخصيه العتيبه ذا واحد سعودي معناها مع مجموعه من الطلبه يمنيين وسعوديين معناها احتجوا ضد النظام، لانه النظام معناها يشوف فيه ظلم. على فكره السعوديه خذت الاستقلال نتاعها 1935. شكون كانت؟ ما كانش فما سعوديه، فما معناها الخليج، الجزيره العربيه، فما الخليج. شكون يحكم فيه؟ تحكم فيه الدوله العثمانيه. لكن اي الدوله العثمانيه، ولكن كان فما العائله الملكيه، العائله الهاشميه اللي هي موجوده في الاردن. الانجليز هم محتلين معناها قاعدين مسيطرين على الوضع، ويحبوا يخرجوا الاتراك، يحبوا يخرجوا الدوله العثمانيه من الحكم. جاوا دبروا على ولا دفعوا العائله الهاشميه، قالوا له اسمع خرج الاتراك وانت تولي تحكم في البلدان العربيه، وتولي عندك سطوه علويه على البلدان العربيه الكل، بما انه انت عندك الحجه هنا وكذا. تو معناها خذ بقعه الدوله العثمانيه والسيطره نتاعها على البلدان العربيه. معناها مشى معاهم تبع. بعد انا حاول خرجوا الدوله العثمانيه، الانجليز ما خلاوش. الانجليز ايش عملوا؟ الانجليز جاوا للمجموعات المسلحه، باش التوانسه يعرفوا المجموعات المسلحه في السعوديه اللي هي اكثر ضراوه في القتال، عطاوها الحكم نتاع السعوديه. دونك العائله نتاع ال سعود الموجوده توا هي مجموعه او قبيله معناها كانوا من افضل ما فما في المقاتلين، معناها مقاتلين اشداء، معناها يضربوا بالسيف يقصوا الرؤوس بالكدا. فهمتني ولا؟ حطوهم هم يحكموا في السعوديه. وبالتالي التونسي كي يشوف ساعات السلوك نتاع امير ولا ملك في السعوديه تيلت ال 40 وال 50 سنه التالي ما يتفاجئش بهم يقولوا هكا. انا نقصد هنا في الاجتماعات تاع الجامعه العربيه على سبيل المثال، وشوف قال القذافي والملك نتاع الله يرحمه الملك نتاع السعوديه كيفاش هدد القذافي في حضور جموع الرؤساء العرب. معناها الناس هذوما باش تعرفوا شكونهم، شنو الطينه نتاعهم، شنو القماش نتاعهم، باش ما تستغربوش. ماهيش عائلات مالكه معناها اكلي متربيه على الدبلوماسيه ومتربيه على الثقافه كيما تشوفوا انتم حريم السلطان، معناها الناس يبداو يقربوا فيهم من الصغار. لا، هذه معناها قبيله معناها قاتلت بالكدا كافئتها بريطانيا، عطاتها باش تحكم السعوديه وقسمت بقيه الاماكن الاخرين.
دونك اللي هو يمسنا احنا اليوم اي نرجع صحيح اللي يمسنا احنا اليوم السعوديه تحب تنظم الشأن الداخلي نتاعها اللي هو المجموعات الاسلاميه ما تحبهمش يتدخلوا خاطر الوحيدين ما تحبهمش يتدخلوا في الحكم وينقضوا وكذا. المجموعات الاسلاميه شكونهم؟ الاتجاهات معناها الجمعيات او المنظمات عندها خلفيه دينيه اوكي تحب تقضي عليهم غادي باش تقضي عليهم غادي لازم تقضي على البرانيين باش ما ياثروش عليهم هكا تفسيرهم هكا. وهذا من هنا يجي معناها محاوله وملاحقه التنظيمات السياسيه ذات خلفيه دينيه. وعلى سبيل الذكر في تونس النهضه معناها هي تهاجم من طرف الخليج وبالاساس من طرف السعوديه واللوم دومان نتاعها الحليف نتاعها الامارات لاسباب داخليه في السعوديه خايفين لا كيف انت تكون عندك حظوه في بلادك والناس تسمعك وعندك جزء من الحكم في الدوله لا ينجوا على منوالها في السعوديه وتولي الناس طالبهم تقول لك حتى احنا نحبوا ننقذوا ايش بيكم عملتوا كل حاجه ايش بيكم شلتوا سلاح باك المقدار ايش بيكم عملتوا كذا من الاحزاب الاسلاميه والا من الديمقراطيه في حد ذاتها من الكل. هو اول حاجه تقلقهم من الحريات حتى التوانسه يعرفوا هما راهم لا يدعموا زيد والعامر باش فماش مثلا معارض يقول لك يدعموا سعيد مش صحيح. هما يحبوا على التشويش في تونس باش الناس تعرف اللي السعوديه اخفقت عسكريا معناها حبت باش تكون قوه عسكريه تناهز ال20 مليون اللي عندهم مساكن ما نجمتش. باش الساده المتابعين يعرفوا اللي الانفاق العسكري في العالم يتجاوز معناها 2250 مليار دولار راهو مش مليون دولار مليار دولار نعاود اي معناها 2 تريليون او 250 مليار 2250 مليار دولار هذا في العالم. الولايات المتحده الامريكيه الحجم نتاعها 39 40% معناها باش الناس تفهم القيمه نتاع الدوله هذه عسكريا شنو قيمتها. معناها الولايات المتحده الامريكيه الكتله نتاع معناها المصاريف العسكريه اللي تنفقها سنويا تتجاوز 12 دوله اللي بعدها معناها 12 دوله اللي بعدها هي تفوت متجاوزها. الدوله الثانيه شكون؟ الدوله الثانيه هي روسيا. روسيا تعرف ايش عندها روسيا؟ روسيا عندها 3.9 من الحجم الكل 3.9. السعوديه الخامسه هذا الجيل الهندي والسعوديه الخامسه. تعرف السعوديه ايش عندها؟ 3.3 من الكتله خامسه في العالم. السعوديه في الانفاق العسكري قبل البلدان الاوروبيه الكل قبل بريطانيا قبل فرنسا قبل ايطاليا قبل المانيا قبل اسبانيا قبل الناس الكل. اي بورتون رغم ذلك هي متخلفه عسكريا ومصنفه عسكريا متخلفه على الاخر وحلت في اليمن. ونقول لهم انا توانسه معناها فما معلومات ما يعرفوهاش ثلث الحرب نتاع اليمن تجيب منفاهمه مع البشير معناها الرئيس السوداني السابق معناها وتاخذ من عنده في الجنود تاخذ من عنده في الجنود وعدد كبير ما هو المات السودانيين السعوديين غير قادرين باش يقاتلوا غير قادرين ما ينجموش فهمت كيفاه. معناها اداره بصراحه فاشله عسكريا اداره فاشله اقتصاديا اداره فاشله سياسيا اداره فاشله. وانا نذكر التوانسه اللي عارفين عام 2016 حبوا يدخلوا تونس في المواجهه ضد اليمن باش قد سبسي يعطيه الصحه كان ذكي بالكدا عطاهم معاون واحد جندي فقط معناها رمزيا فهمت كيفاه. لا هذا هو باهي تو يقول قايل السعوديه معناها باش توصل للمرمى نتاعها عملت عداوات مع الولايات المتحده الامريكيه. انا الولايات المتحده الامريكيه عندها برشا ملفات على السعوديه وكل مره باش تحل ملف. احدى الملفات التونسي يعرفوه دوين كلارك هذا مدير جهاز المخابرات في جهاز المركزي سيا. هذا رفع تقرير قال راهو يا ولادي راهو السعوديه راهو تبين الكشف عنده معطيات عندها جاب ادله وانه هي هذه الناس يعرفوه اللي هي مولد القنبله النوويه في باكستان. قال بعد مولد فاغت الباكستانيين باش يتم تخصيص السعوديه من 3 ل 7 قنابل ذريه معناها اللي هي. وكي خرج المعلومه هذه تكتموا عليها في الولايات المتحده الامريكيه على اساس فما معناها مداخيل ياخذوا فيها مع السعوديه معناها ما حبوش يحرجوها فهمت كيفاش كيما ضربه تاع 11 سبتمبر العدد الكبير نتاع المقاتلين اللي او الناس اللي نفذوا العمليه هم من السعوديه والكونغرس طالب طالب معناها فما الناس طالبوا وغضوا عليه الطرف الجانب السياسي ما حبش يقلق السعوديه. اليوم الملفات هذه مطروحه باش تثار. لا هذا هو الجانب السعودي. اللافت في الموضوع انه هذه الوساطه
بين السعوديه والتقارب السعودي الايراني الاخير هو كان برعايه صينيه، وهنا يطرح السؤال على وجود الولايات المتحده الامريكيه اللي هي حليف كلاسيكي معتاد على الاقل في السنوات الماضيه للسعوديه. يعني هل تغيرت جذريا الخارطه الاستراتيجيه؟ مش صحيح والا هي مجرد يعني تبادل محاور مؤقت؟ مش صحيح. لازم التوانسه يعرفوا اللي الولايات المتحده الامريكيه من بين ما هي قاعده تنفع في العالم اللي هي الشرطي نتاع العالم. فما شكون يقول لك التعاش هو الشرطي نتاع العالم. اذا كان احنا اقتصاديا يساعدنا، احنا باش نكونوا فما برشا اقطاب في العالم. انا نلعبوا احنا على القطب هذا نمشيوا معاه، الاخر يعطينا يعاوننا اكثر نمشيوا معاه. فهمت كيفاه؟ فما خطر كيف في معناها في تكاثر الاقطاب الاقتصاديه والعسكريه تجد تكون فما فوضى في العالم، فما اعتداءات، فما بلدان تعتدي على بعضها. احنا ما تنساش صار علينا زوج اعتداءات في تونس، اسرائيل اعتدت علينا والجزائر اعتدت علينا. اعتداءات على قفصه اي متورطه فيه الجزائر والنظام الجزائري والنظام الليبي. فهمت كيف؟ 1980 58 و100 متورطه فيهم الجزائر. يعني اصابع الاتهام دائما تتوجه الى ليبيا والتونسيين موجودين. انا اسف، احنا مش نقولوا كلام هكا، مش احنا مش نبينوا للناس باش تعرف، الناس التوانسه وحتى المواطنين الجزائريين باش يعرفوا. الفتره اللي سبقت العمليه العسكريه فما واحد اسمه عزوز، ما نحبش نعطي اللقب نتاعو خاطر هو قاعد يكتب في كتاب قرا في سوريا، تونسي متواضع، كلموا سليمان هوفمان، هذا عسكري سليمان هوفمان، كلموا في سويسرا قالوا وانت وينك، اصحابهم اصدقاء. الجزائر هذا سليمان هوفمان قالوا نحب نراك كيت، قالوا شو ما قالوا يجيني انا نحكي. مشى قابلوا في سويسرا، قالوا اسمع، قالوا راهو احنا فما بعض التوانسه متفاهمين معاه باش نقسموا تونس على زوج، الجزء اللي من قفصه الفوق باش معناها باش تحكم فيه الجزائر تاخذوا الجزائر، والجزء الثاني باش تاخذوا ليبيا. قالوا انا ماذا بيا انت صديقي صاحبي نحب تلعب دور في هذايا، معناها يعينوه يعطيوه في بوست في حاجه من الحاجات هكا اللي خاف عزوز خاف. رجع لتونس، مشى طول قبل وزير الداخليه عثمان كشريت سمعوا قالوا انا الامور الامنيه ما نفهمهاش، قالوا انا لاهي بالجماعات المحليه. لحظه، خرجوا من البيرو ودخلوا هزوا البيرو بن علي، البيروات تحت بعضهم، بيرو الوزير وبيرو المدير المواطني ما بيناتهم 15 متر كذا. دخلوا بن علي قالوا سي بن علي راهو هذا جاي عنده معلومات، سمعوا بن علي، سمعوا الداخل قالوا بيه بارك الله فيك، وصلت معلومه وصلت. بن علي ما صدقوش. كي صارت الاحداث تاع قفصه بن علي مشى يحكي وبرقيبه، قالوا راهو فما فلان الفلاني راهو جاي يحكي لي، راهو قبل قالوا راهو اعطاني معطيات هكا صار. ايش يقول له برقيبه يقول له ابحث في الموضوع وجيب لي فيه ساعه النتيجه. بن علي بحث الله يرحمهم الكل، بحث ومشى هز له، مشى له القصر، مشى قابله، قال سيد الرئيس، قال هاو التقرير. قرا برقيبه التقرير دفع، يلقى مرته وسيله برقيبه هي ضالعه في الحكايه، معناها هي في احداث قفصه، هي في احداث قفصه. هذه اشاره للرئيس نتاعنا باش ينتبه من الدوير نتاعو، خاطر مش رئيس اللي يتواطئ ضد بلاده، يستحيل. الدوير هي دوير العائله والاصحاب والاصدقاء وكذا. برقيبه تحرج، يقرا التقرير يلقى اسم مرته موجود. قالوا التقرير هذا قاش عندك من نسخه؟ قالوا عندي نسختين اخرين. وين موجودين؟ قالوا في بيرويا. وين في بيروك؟ قالوا حطهم في القجر. قالوا مخلين مكانك. قالوا راه مسكر عليهم بالمفتاح. قالوا هات المفتاح. خلينا عنده مفتاح نتاع القجر نتاع البيرو، وقالوا اعطيني مفتاح البيرو. خلينا عنده مفتاح البيرو. عيط المطار من الرئاسه، قالوا برا باش يجيب التقرير، يمشي اللي يدخل البيرو حل كذا ويجيب. قعدوا يستناو حتى يمشي جاب التقارير. خذا برقيبه التقارير اللي جابوا المطار والتقرير نتاع بن علي، حتى تحت السمار في بيروه، وسلم على بن علي. قالوا يعطيك الصحه يا شودي بارك الله فيك، ومعناها خدمه باهيه كذا. من غدوه حطوا عينه سفير في بولونيا. اي معناها خلاصه التحديث. وين الموضوع معناها مش هذا موافق الكلام. اي هذا كتبه عثمان كشريت في كتابه الجزء اللي يهمه هو. وعزوز نحكي لك عليه، ما نحبش نعطي اللقب نتاعو خاطر هو ما شاورتوش باش نقول، قاعد يكتب في كتاب باش يخرجوا. فهمت كيفاش؟ اللي هو الناس لازمهم يعرفوه سواء التوانسه ولا الجزائريين، اللي المؤسسات العسكريه تونجيه بعد هي سيئه في الحكم، تورط الشعوب نتاعها وزيد تضر حتى الجيران نتاعها. دونك كما ترى شمانع هذا خلينا نمشيو للسودان. نمشيو للسودان. اللي يحدث اليوم في السودان اللي هو السودان يعني بطبيعه الحال سوف تكون هو انعكاسات على دول الجوار، وربما الانعكاسات هذه تكون اقتصاديه وتصلح حتى لتونس. الساده المتابعين اللي عنده سؤال معناها في بقعته ما يسالش معناها نجاوب عليه. ها السودان مش باش نعاودوا الموضوع بالضبط خاطر معروف خلاف، لكن فما اشارات التوانسه معناها نتصور يا ما يعرفوهاش نتصور. وقت اللي جمال عبد الناصر خذا الحكم بانقلابه
كانت السودان تابع مصر، كانت السودان ومصر ولد بلاد. كانت مصر اكبر من الهند توا. الهند اللي هي تسمى بريس كونتينون، شبه قاره، مصر كانت اكبر منها. جمال عبد الناصر، وهذه نسلم على القوميين في تونس باش يعرفوا معناها القيمه تاع السيد هذايا، خاطر هم يحبوه يشكروه برشا. اللي كي خذا مصر خذاها اكبر من الهند. كيف سيبها؟ بلاش السودان بلاش سيناء. بلاش سيناء معناها جرت من الفوق وجرت من اللطف، فهمت كيفاه؟ خلاها ورطهم في حروب خاسره، 3 حروب معناها خسروها، ومعناها مئات الاف العسكريين توفوا معناها مساروه. ساعه معناها عمل الحرب في اليمن، شارك في الحرب عمل قتل الجنود، تسبب في مقتل بوريان معناها هكاك، وعند اخر انسحبوا امور فارغه. جمال عبد الناصر كان وراء جميع الانقلابات في البلدان العربيه. راهو معناها اللي يدرس ويشوف راهو يتصدم، راهي صدمه. انا بيدي من العباد اللي كنت نتصور جمال عبد الناصر شخصيه وطنيه وقوميه، اسمع سلوكه على الحيط، سامحوني، فهمت كيفاه؟ سلوكه على الاخر سافا، فهمت كيفاه؟ معناها كي تشوف الوثائق وتطلع قلبك يوجع. جوانب من التاريخ الخلفيه التي السودان عمر البشير حكم مده 30 سنه، هذا كيف من خلال هو شخصيه عسكريه، من خلال جاب سي البرهان في القياده العسكريه معاه. سي البرهان وقتها عنده مشكله نتاع جنوب السودان اللي هو فيه معناها مسيحيين، معناها جانب المسيحيين يحبوا يتحرروا، معناها يشوفوا في معناها الحكم بالطريقه الاسلاميه كذا، هما منشوشين من طرف الغرب، فهمت كيفاش؟ يحبوا يستقلوا. الجيش معناها ما حبش يتورط معناها بدباباته وبطياراته وكذا باش يتورط ضد الناس مدنيين. عملوا فرقه اللي هي الدعم السريع هذا باش هي تتعارك ولا تتحارب ولا تتنازع مع الناس اللي هم اسلحه خفيفه عندهم ولا عصيه ولا كذا. وبدات الفرقه دي تكبر اللي هم الجنجويد. اي هو الجنجويد لا هم عينوا حميداتي هذايا معناها الشخصيه اللي هو مش متكون حتى في حتى مدرسه عسكريه، وعين جابوا البرهان. دونك الزوز ولا جابهم البشير. دونك الزوز خدموا كيف في النهايه استقلت الجنوب، قعدت معناها سي الحميداتي هذا، هذا منين يخلص فيهم الجنود اللي هم كانوا في حدود 10,000 هذوك تجاوزوا ولا 30,000 تو ولاو 100,000 يخلص فيهم من تجاره الذهب. العائله نتاع حميداتي معناها مش طرف خات تستخرج في الذهب من التراب وتصفي فيه وتبيع فيه. لشكون تبيع فيه؟ تبيع فيه الاماراتيين بالاساس. ابن الامير تاع الامارات شراء 1.5 مليار دولار ذهب. يا تونس 1.5 مليار دولار، وشاري ملايين مش الاف ملايين الهكتارات معناها الفلاحيه السودان. اي شنو باش يعملوا مشاريع صحيه فلاحيه؟ لا باش يبيعوهم، يشري كيما حبوا يشريوا كيما شراوا في البحيره اسمه وين التجيام، حبوا باش يبيعوهم بعد شراوا على اساس يعملوا مشروع عندك حب باش يبزنسوا ويبيعوه، معناها يبيعوه بالغالي، فهمت كيفاه؟ بريف دونك هذا فيما يتعلق حميداتي هذا يترفق في الذهب. شكون صاحبه هذا حميداتي؟ صاحبته من اصحابه هو والامارات، لانه هز في الجنود يقاتلوا اللي فات الامارات. شكون صديقه؟ صديقه حفتر معناها استنجد لا استنجد بهم ب1000 جندي، ما يقلش عن 1000 جندي من الجنجويد اللي تحكي عليهم، جابوهم معناها باش يضرب بهم الليبيه، باش يعرفوا انت معناها احنا نجيبوا جنرال في بلادنا يمشي يجيب لنا مقاتلين برا باش يضرب بهم ولاد بلاده ولو برا انتم متخلفين. على طرابلس بعد استعملهم دربهم على القتال في الشوارع، لانه الجنجويد والمجموعه هذه نتاع حميداتي مش متعودين معناها ما عندهمش حاجه للقتال في الشوارع. دربهم على القتال في الشوارع ورجعهم لحميداتي، ومنسقين مع بعضهم فيما يتعلق بالهجوم اللي صار والمحاوله الانقلاب اللي صارت، فهمتني؟ بل اكثر من هكا. معناها الامارات ساهمت في ضرب 5 طيارات مصريه، 3 منهم دقوهم كسروهم بالدرون الاماراتي، فهمت كيفاش؟ في السودان معناها فما سرب نتاع طيارات، 5 طيارات ميج 29 حطتهم مصر علاماتي ربما ما تستعملهمش في معناها ضربين احدى السدود اذا كان
مش الصورة هما تبين بالكشف انه مصر عندها 177 جندي موجودين ما علموش عليهم في وقتها، علموا عليهم حتى ما بعد ما تم الاجلاء نتاعهم، بخلاف المجموعه نتاع اللي هي صيانه الطائرات فما عندها مجموعه نتاع جنود، هذه فما تفاهمات عملوها مع الجانب اليوم فما مشكل. اليوم المشكل هو كونه الاجانب اللي هم عندهم يحملوا جنسيه معناها جنسيتين من الغرب معناها ولا مصدر نتاع مصدر قلق. الولايات المتحده الامريكيه تقول انا عندي 19000 مقاتل. دونك ايش عملت الولايات المتحده الامريكيه؟ سامحني 19000 امريكاني سامحني يحملوا جنسيه هم يحملوا جنسيه سودانيه وامريكيه في نفس الوقت. الولايات المتحده الامريكيه جابت حميل طائرات وباش تستعمل الدرون يخرجوا من حميل الطائرات وباش تستعمل الاقمار الصناعيه وباش تسكر على بور سودان. عليه؟ لانه الجنرالات الزوز حميداتي والبرهان ايش عملوا اتفاق قبل ما بجمعتين قبل ما يصير الانقلاب باش يسمحوا لروسيا باش تستعمل معناها البورت تاع السودان بور السودان باش تعملوا اللي فات 4 بوارج حربيه ذات دفع تقليدي او نووي روسي وفيهم 300 جندي بلاد حال. الامريكان ما يساعدهمش. علاش ما يساعدهمش الامريكان؟ لانهم هما خذاوا بقعه الغرب ومش باش يسمحوا لا لروسيا ولا الصين تدخل للهلال الصحراوي وشمال افريقيا. معناها هم يحبوا يسكروا على شمال افريقيا. علاش فيها شمال افريقيا؟ شمال افريقيا والهلال الصحراوي فيها مواد هما في حاجه له ساعه الحاجه باش التوانسه يبداوا مطلعين. فما الماتير روج الماده الحمراء اللي هي موجوده بكثره في المغرب وفي الجنوب الجزائري وفي حتى في الجنوب التونسي وفي الجنوب الليبي. وفما التيرا معناها الاتربه النادره اللي تعمل يدوا بها تليفونات ويعملوا بها السيارات اللي معناها الكهربائيه وغيره. الصناعات الالكترونيه. هذه تدخل في الصناعات هذه. المواد هذه موجوده بكثره، المواد الطبيعيه موجوده في الصين، لكن الاماكن الاخرى في العالم موجوده معناها نادره باستثناء مالي وتشاد. دونك الولايات المتحده الامريكيه ما ساعدهاش يجي تكمل الصين وروسيا يزيد ياخذوها تسكر عليهم. فهمت كيفاش يسكروا على الولايات المتحده الامريكيه؟ دونك بالنسبه لي هي غلق الهلال الصحراوي يبدا من السودان، لانه انت كي تمشي لمالي والنيجر ما تجيش من الجزائر ومن المغرب وتونس، فماش مسالك تسمح باش السلع تتعدى وطرقات معناها مؤهله وباهيه. المرور من تشاد ومالي وموريتانيا يا من شرق موريتانيا معناها من البحر الاطلسي ولا من البحر الاحمر يدخل على السودان. دونك الولايات المتحده الامريكيه وفاء سكرته السودان تسكر، ما عادش فما قاعده روسيه وفكت الدخول للسودان. والسودان مع الاشاره وانه فيه خيارات كبيره، ساعه خيارات فلاحيه. ثم احنا ما حكيناش على البرهان، البرهان اللي عنده معناها هو بيدو عنده كوبيرس الحميداتي عنده تقريبا شطر الدخل الخام نتاع السودان دخله ذهب. والبرهان عنده ربع في المجال نتاع البناء والمجال الفلاحي. انا كل واحد عنده مداخيله الخاصه، الدوله قسموها وبداوا يضاربوا القتلى هما مدنيين باش يعرفوا توانسه كيف تبدا شخصيه عسكريه تدور معناها تقود بلاد راهي تصبح خراب. كلمه واحده ننهي فيما يتعلق باليسار والتسكير على السودان، هو في الواقع تسكير على الهلال الصحراوي وتسكير على الجزائر، ونجيو بعد لانه فما امور قاعده تدبر للجزائر. الجزائر معلش سؤالك تحب ندخل الجزائر ولا اسالني يا الجزائر؟ كان عندك يعني احنا ننتقل ونقترب يعني شيء فشيء للواقع التونسي بطبيعه الحال. الان يعني علاقه كل هذه المعطيات والمستجدات بدول الجوار بليبيا والجزائر خاصه اللي هما يعني هما الحضن التونسي ليبيا والجزائر. هل هناك انعكاسات على ليبيا والجزائر؟ ذكرت علاقه حفتر بحميتي، وبالنسبه للجزائر هل شنو تاثيراتها المباشره؟ اليوم زلت عندنا اكبر قوه في العالم هي الولايات المتحده الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه اللي فما برشا يعتقدوا اللي لا صحيح هو الصين وهو روسيا وهو البريكس. لا الصين ولا روسيا ولا البريكس ينجموا حاليا، ممكن نقولوا حاليا مش اليوم، حتى لسنه 50 حتى 2050 ينجموا يحركوا الولايات المتحده الامريكيه. البلاد هذه في سلطه الحكم عسكريا واقتصاديا ما ينجم يحرك حتى. فهمت كيفاش؟ معناها الاسباب اللي معناها المواطنين لازم يفهموها، اللي الولايات المتحده الامريكيه عندها سلاح الدولار هي متحكمه به في العالم. كيفاش؟ 58% من تعاملات البنوك المركزيه في العالم تصير بالدولار. نعاود، البنوك المركزيه تاع العالم معناها الدول، معناها الانظمه
58% من الانظمه في العالم تعامل بالدولار، يمشيوا توا الاشخاص المواطنين معناها اللي يسافر ويحب يشري ويبزنس وكذا. 70% من المواطنين في العالم تعاملوا بالدولار. معناها انا ما نحبش برشا توانسه متابعين للشأن الدولي والشأن السياسي معناها يمشيوا وراء العاطفه. الصين اللي هي ثاني اكبر دوله في الجانب الاقتصادي والتحت بالولايات المتحده الامريكيه، البنك المركزي نتاعها تعرف قداش فيه فلوس؟ معناها شنو مش فلوس، قداش فيه، شنو هي العملات اللي موجوده؟ 3 تريليون دولار، معناها 3000 مليار دولارات عمله امريكيه دولار، و1 تريليون دولار انفستيسمون بالدولار. انا سامحني اذا كان هذا الصين هو العمود الفقري تاع البريكس، البنك المركزي نتاعو معناها يعتمد على الدولار. لما شيء الحكايه هو كونه الجي 7 السبعه الدول الاكثر ثراء في العالم عندهم 60% من خيرات العالم. مش نحكيو اقتصاد، نحكيو خيرات. لي بيان اي معناها الخيرات تاع العالم. معناها 7 دول عندهم 60%. السبع دول هذه مجموع السكان تاعهم 800 مليون، معناها 10% من سكان العالم فيه 8 مليارات، اسمع فيه. دونك 60% معناها البلدان هذه تحب تلتحق. نحكيو على الصين، نحكيو على روسيا، يحبوا يكونوا من الكبار، تكون عندهم كلمه مسموعه في الولايات المتحده الامريكيه. مالوريزمون القيادات معناها معناها المنظرين في الولايات المتحده الامريكيه من بريطانيا ما حبوش يقبلوا روسيا، ما حبوش يقبلوها من القرن 19، ما حب يقبلها حتى حد. معناها هما يعتبروا اللي معناها روسيا هي ما لازمهاش توصل معناها للمياه الساخنه مسمينها الهارتلاند، معناها القلب النابض نتاع لورازيا هي روسيا، ويلزم منحها معناها في جميع الحالات ما يخليوهاش تقترب من لا مش من اوروبا، من المياه الساخنه. هما شنو يخوفوا القلق نتاعهم؟ القلق نتاعهم معناها لا توصل للمياه الساخنه وين فما التجاره العالميه اللي معناها تدور في البحار، معناها تم عزلها. نحكي وراه في القرن 19، راه القرن 19 من القرن 19 بداوا يخدموا عليها، فهمتي؟ ولكن هو في الوقت الحالي ثم عديد مؤشرات حتى بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه. ثم تقارير كونه الان الولايات المتحده الامريكيه تعاني من ازمه اقتصاديه. شكوني اكثر الولايات المتحده الامريكيه. ايوه، وتم اعلان بعض البنوك، افلاس بعض البنوك، وهناك بنك ثالث ممكن يعني هناك تنظيرات. شوف اسمعني الاقتصاد الامريكي ينهار في المدى القريب. البنوك هي بنوك خاصه واحد، فهمين؟ باش الساده المتابعين يعرفوا زوز ارقام مهمين برشا. الاقتصاد الامريكي معناها حجم الاقتصاد الامريكي في العالم 14%، لكن حجم التعاملات الماليه في العالم 45%. افهم 45 معناها التعاملات بالدولار في العالم معناها اجمالا 45%. معناها الولايات المتحده الامريكيه شاد العالم مش بالاقتصاد 14%، لا بالتعاملات نتاع الدولار. زاد اكثر من هكا، واللي يقلق الصين ويقلق روسيا هي عملت قانون يطبق على الناس اللي تتعامل بالدولار، طبق عليهم قانون عقوبات. معناها انت اوبليجي باش تشتري وتبيع بالدولار، بما انه الطاقه تتباع بالدولار بالاساس، حتى رغم اللي فما محاولات من السعوديه وروسيا وكذا، معناها هما بيدهم معناها في حاجه للدولار، فهمت كيفاش؟ المحاولات هذيك ما تعدتش. وحتى انت باش تحاول تبدل، التبديل ما يجيش في عام، يجي في 50 سنه، يجي في 100 سنه، تحب مده طويله. يعني موضوعنا نرجعوا لعلاقه الجزائر علاقتها متدهوره جدا مع الولايات المتحده الامريكيه، معناها من يزيد عن 2 قرون التالي، 250 سنه التالي. يعني قطيعه تاريخيه. اي باش نفهمك شنو هي بالضبط بعجاله. وقت اللي خرجوا المسلمين من اسبانيا، الاوروبيين المسيحيين قرروا مش ما عادش يتعاملوا مع الجانب الاسلامي اللي هو موجود في شمال افريقيا. ايش معناها ما عادش يتعاملوا؟ التجاريين ما عادش يتعاملوا معنا. قرروا البلدان اللي هي في شمال افريقيا اللي كانوا تحت السلطه العثمانيه بالاساس باش هما بيدوا يردوا الفاعل على اوروبا. كيفاش؟ البوارج او السفن معناها تهز السلاح اللي تعدى في البحر الابيض المتوسط يتم قرصنتها. فاهموا هكا؟ دونك ونفكر توانسه اللي الدوله العثمانيه ما دخلتش المغرب. الموضوع هذا قعد على مستوى الجزائر وتونس وليبيا، لكن كل واحد فما بي وبدات ينفصلوا على الدوله العثمانيه وبدا كل واحد يخدم وحده. لكن
يخدم وحده في بلاده، لكن في البلاد اللي تحكم البلاد اللي هو فيها، لكن القرصنه ولات نظام عمل ولا اسلوب تاع اسلوب. اي تونس كانت من اكثر البلدان النشطه في هذا المجال في القرون الماضيه، تونس والجزائر. مو التواجد نتاعها، لا تونس خاطر تعطي على الجانب البحر المتوسط الغربي والشرقي، عندها الزوز، فهمت كيفاه؟ معناها تعطي على الزوز، و1300 كيلومتر ولا يزيد عن 1300 كيلومتر، معناها يخليها منفتحه على برشا معناها مناطق بحريه. اي الاشكال بدا مع تونس، جات الولايات المتحده الامريكيه، رئيس نتاع الولايات المتحده الامريكيه بعث ايميسير لتونس للبي، تفاهموا قالوا احنا نحبوا علاقه طيبه ونعملوا كوميرس من غير ما نشوف القرصنه والفعل ورد الفعل، احنا علاقه طيبه وكذا. التوانسه قالوا اوكي دكا ما حتى مشكل. الامريكان قالوا احنا مش اوروبيين، احنا ماناش دخل في الموضوع نتاع الاسلام وكذا. فهموا التوانسه، فهموا قالوا دكا. شو الحل؟ قالوا لنا معناها مرحبا بكم، تحبوا التاجر وكذا. بالاكثر هناك عطاو مجموعه تاع ضربوات علامات تاع تونس باش يدخلوا مضيق طارق يرفعوه باش ما يصيرلهمش مشاكل مع بقيه البلدان. الجزائر ما مشاتش في الثنيه هذه. الجزائر قعدت كل سفينه تتعدى اوروبيه ولا امريكيه معناها يتم قرصنتها، فهمت كيفاش؟ صارت برشا مشاكل ومعناها وقفوا برشا واسروا برشا امريكان. الامريكان معناها قعدوا فما حاجات وجعتهم، فما معناها سفن متطوره معناها تم افتكاكها وضربها من طرف الجزائريين. معناها الجانب العسكري في الولايات المتحده الامريكيه، لكن رغم انه مش هو اللي يحكم، قاعد حامل معناها حامل غضب على الجيش في الجزائر. نفس العمليه في ليبيا لكن اقل حده، فهمت كيفاه؟ اليوم فما سيناريو نتاع تقسيم الجزائر. الجزائر ما تنساش اللي هي معناها تابعه المنظومه الشيوعيه، ما حبتش معناها تنصاع حقيقه معناها للتوجهات اي العالميه الجديده. الولايات المتحده الامريكيه اخيرا خرجت تقارير عن طريق جهاز الاستخبارات المركزيه، خرجت تقارير يخص مثلا على سبيل المثال البلدان اللي تعانوها في الظهر، يخص مصر اللي بدات تصدر في تقريبا 40,000 صاروخ لروسيا باش تستعملهم ضد اوكرانيا. الجانب الامريكي معناها تفاجأ. تقارير تتحدث عن الامارات ما ذكرناش قبيله، اللي تقول فما الامارات قاعده تتجسس على المكتب نتاع جهاز المخابرات المركزي CIA، عندهم بيرو دو كوميونيكاسيون معناها مكتب اتصال في الامارات يتجسسوا عليه، وتجسسوا على مكتب ليمي 5 ليمي 6 الانجليزي. اللي فات شكون؟ اللي فات لي بسبير الروسيه يعطيوا فيهم في المعلومات، فهمت كيفاه؟ معناها الجانب الامريكي تفاجئ. حاجه اخرى اي حاجه اخرى صح طبعا. لا قلت لك تقارير امريكيه، تقارير امريكيه خرجتها، انا مش صحافه، تقارير امريكيه خرجت. زيد كيف يلقاو فما شركه تصنع معناها في قطاع غيار اللي فايت روسيا. قطاع غيار تاع شنو؟ الدبابات اللي قاعده تقاتل في اوكرانيا. باش تفهم بالضبط، روسيا كانت معناها فما جزء من فما بعض القطاع يجي فيهم من اوروبا تركب فيهم في التي 62 نتاع الدبابه تي 72. كيف تعاقبت؟ وقفت البياسات هذه. شنو بالضبط؟ مثلا السيستم اوبتيك اللي هو تغزر به من قدام وتغزر به من التالي ويساهم في تحديد الهدف. معناها بتشوف السيفل بتاعك هذا بدات تتصنع فيه، بداوا يصنعوا فيه في شركه بشكون؟ من تمويلات منين؟ من الامارات. معناها الشركه بتمويل اماراتي، ولكن هي معناها موجوده في روسيا. دونك هذا فيما يتعلق بالامارات. الامارات كيف تم معناها لفت نظر بتاعها تو عام ونص التالي، وانه تفتنوا لها وانه قاعده تعمل في قاعده عسكريه للصين. هي تقول لا قاعده تجاريه. الامريكان تفتنوا لي قاعده عسكريه مش شكل نتاع قاعده تجاريه. تعهدت قالت بيه نوقف معناها الاشغال. بعد عام يلقاو الاشغال متواصله. معناها باش تفهم اللي فما اي خطيره في العالم الكلاسيكيه. السعوديه والامارات شنو يعملوا كي عندهم خبراء، عندهم دي كونسي اسرائيليين بعلاقه بنتنياهو، ونتنياهو بيدو غاضب على الاداره الامريكيه دي. معناها هو ما يحبش يتصادم مع الامريكان، معناها ينش ولا يدس يدفع في البلدان العربيه معناها اللي رجلتها سائله. هيك معناها تقدات، معناها زي انسان عامل معك الباهي ومعناها حريف معك وكذا، معناها يعملوا في حاجات معناها ما تفهمهاش انت، فهمتني؟ نرجعوا احنا للجزائر فما نيه تاع تقسيمها. المخطط لتقسيم الجزائر او الذي يستهدف الجزائر شنو تفاصيله والسبب الرئيسي؟ هو المخطط موجود، باقي الطريقه فما زوز.
معناها تم قسم الجزائر على زوز، جزء الغربي يمشي يلحقوه بتونس، وجزء الشرقي يمشي يلحقوه بالمغرب، والبارتي الجنوب باش تنفصل وحدها. فهمت كيفاش؟ الطريقه هو غلق او تسكير المنافذ نتاع الطاقه اللي تصدر فيها الجزائر، بعد تسكر على المغرب، ويبدو لي دفعوها باش تسكر في المغرب. معناها الناس تخدم، معناها فما ناس تخدم بس برشا. تو هذاك باش يسكروا على تونس، في الجانب التونسي قاعد خارج اللي ماشي لايطاليا باش يتم غلق. وهنا الغاز يتعدى على تونس. اي وهنا فما يقول لك احنا ناخذوا في 5%. كيفاش؟ الولايات المتحده الامريكيه باش تعوضوا لنا، انا وقت اللي يتسكر باش تعوض لنا، والولايات المتحده الامريكيه باش تبيع الجانب اللي كانت تصدر فيه الجزائر لاوروبا، تبيعه هي بطبيعه الحال، هي باش تولي تربح، وتزيدنا احنا تبيع لنا الجزء اللي هو احنا في حاجه ليه باثمان ارخص من اللي تبعنا فيه في الجزائر. حيث على الجزائر ان تنتبه، لا سيما وانه معناها في الايامات الاخيره فما زياره تاع ويليام بيرنز، معناها رئيس جهاز الاستخبارات الامريكيه، اللي هو ما مشاش حتى لاوكرانيا، فما بالك اذا كان مشى المغرب وقابل حموش المدير الامن الداخلي، المدير العام للامن الداخلي في المغرب. معناها الشخصيه ذي مخطره برشا، الشخصيه ذي معناها راهو حساسه ياسر، وين يمشي في بقعه راهو موضوع متاكد، معناها اكيد في المده. فهمت كيفاش؟ معناها مشى قابل، ومعناها مشى قاعد في المغرب. ثم نتاع الجهاز نتاع الاف بي اي كريستوفر واي كيف مشى عمل زياره في المغرب. نرجع لك بالنسبه للبيرنز، معناها هو راهو عنده جهاز الان اس اي ناشونال سيكيورتي، معناها فيها 24,000 باش العباد يعرفوا، باش الجزائريين يعرفوا. القومي الامريكي اي معناها هذا يعترض جميع الاتصالات والرسائل والمساجات وسينيال وواتساب، يعترض الكل. فهمت كيفاش؟ عنده سيستم اشلون او منظومه اشلون، معناها تتبع كل شيء، يتبعوا جنرالات ويتبعوا سياسيين ويتبعوا شكون يتقال والكومبين وكل. في ديسمبر 6 ديسمبر 6 ديسمبر اسمه فما جاء مستشار الإلهي بشمال افريقيا، جاء الجزائر وعمل زياره. قبل ما يقابل الرئيس، قابل رئيس الاركان الجيش الجزائري. وهنا فما غرابه، كيفاش معناها شخصيه سياسيه يمشي البلاد ويقابل معناها شخصيه معناها عسكريه. هذا ما يفيد وما يعني، وانه ربما الحكم في الاساس الثقل نتاعو والسونت جرافيتي تاع الحكم موجود عند العسكر مازال، مع الاشاره وانه ملي صار الانقلاب عملوا بومدين 65 على الرئيس، معناها مجموعه نتاع رؤساء معناها جنرالات شدوا الجزائر، حتى في التسعينات جا بوتفليقه كيف جا ما جاش بالانتخاب، جابوه الجيش. بعد ما جابوا بوذياف كي راهو ما مشاش معاه قتلوه، ثم جاء بوتفليقه. دونك عندك كريستوفر واي زاد كيف رئيس الاركان نتاع الجيوش الامريكيه، جاء عمل زياره للمغرب. ومارك ميلي زاد كيف جاء عمل زياره جاء المغرب. دونك عندك شوف، عندك بتاع الاف بي اي، وعندك بتاع السي ار، وعندك رئيس اركان الجيوش الكل بتاع الولايات المتحده الامريكيه. هذو وزيدهم على ما اظن الموساد ايضا عنده مكتب في المغرب. لا بخلاف علاقه تاع الموساد حاجه اخرى، احنا نحكيو لو ثقل. اسمع، راك تحكي في دوله تصرف على الجيش نتاعها. شوف الولايات المتحده الامريكيه باش تنسى يعرف عندهم 800 قاعده خارج الولايات المتحده الامريكيه في 177 دوله. نعاود 800 قاعده امريكيه. باش زاد التونسي يعرفوا اللي روسيا والانجلترا وفرنسا والصين الكل مع بعضهم عندهم 35 قاعده خارج بلدان. معناها كي تجمعهم الاربع بلدان عندهم 35، والولايات المتحده الامريكيه عندهم 800. شوف لا مقارنه، لا مجال للمقارنه، لا مقارنه من اسمع. المخطط الذي صار في الجزائر هو مخطط امريكي، مخطط دولي، مخطط لا 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 لا, لا. المخطط يتجاوز الولايات المتحده الامريكيه. فما ديزانستانس انترناسيونال تتحكم في الدول، تدفع حتى في الولايات المتحده الامريكيه. معناها لازم تعرف حاجه، اللي الدولار راهو اللي كيف تم طباعه الدولار، الولايات المتحده الامريكيه ما تخلقتش. الناس تكسب الدولار بداوا يتبعوا فيه، الولايات المتحده الامريكيه مش موجوده. دونك مش الولايات المتحده الامرريكيه تكسب الدولار مش تاعها. اي بنوك خاصه وعائلات معناها اصلا اغلبها يهوديه، هم متحكمين في العالم واللي يحبوا عليه يصير. وانت توا معناها بوتين شو مش كنت بوتين ما يسمعش كلام.
انا الحرب مش على روسيا، حرب على بوتين، يحبوا يبدلوا بوتين، لانه روسيا تاقلمت مع الوضع العالمي، ولات راسماليه، نظام راسمالي وكذا، ما عادش فما مشكل. فهمت كيفاه؟ ولا على ذكر بوتين ايضا رئيس الوزراء الباكستاني تم عزله حتى محاوله اغتياله بسبب نقده للمسؤوليه، تم اسقاطه من رئاسه الحكومه الباكستانيه يعني قبل اشهر. ولكن ذكرت انه اكيد شوف اللي ما يمشيش لن تسمح بمثل هذه المخططات ان تكون يعني لا 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 شوف قلت انه جانب سوف تاخذ تونس وجانب تاخذ المغرب، طبيعه الحال تونس لن تسمح بذلك، تونس على الاقل. شوي واحده اللي صار في السودان وتسكير على السودان ومش ما تدخلش روسيا من غادي، هو في الواقع زاد تسكير على الجزائر باش ما يجيش دعم من الجنوب، خاطر البحر بسهوله تامه باش يتسكر عليها هو الجو. وكان فما من الاخوه من الجزائر يتبعوا فيا، الجزائر هم عندهم 6 غواصات وعندهم الاس 400، خلينا نوضحوا الموضوع هذا، وعندهم دي سخوي وعندهم الطائرات اللي هذوما اللي حكيت عليهم والاس 400 معناها صواريخ مضاده للطيران والغواصات هذه كلها تتنقل بالجي بي اس بالاقمار الصناعيه، معناها التموقع نتاعها والتموقع نتاع الهدف يخدم بالجي بي اس، يسكت الجي بي اس كلها تتعطل ما عادش تخدم. قداش فما ساتليت في العالم؟ فما 4000، خلينا نقولوا فيهم اللي يخدموا فيهم ما يخدمش 4000 ساتليت. قداش الولايات المتحده فيها تكسب فيهم 2000. بقيه العالم عنده تقريبا سامحني 3000 تابعين الولايات المتحده الامريكيه، 3000 فما 1000 ويزيد شويه تابعين مفرقين على العالم. روسيا عندها 167 فيهم اللي يخدم فيهم ما يخدمش 167 مش كلهم جي بي اس، فيهم نتاع الطقس، لا فيهم نتاع التلفز، اتصال تاع التلفز مش حكايه عسكريه، يحكيو جي بي اس معناها ساتليت نتاع توجيه. فهمت كيف؟ تحديد مواقع. دونك تركيا كي شرات الاس 400 باش تستعمل المنظومه نتاع الساتليت نتاع روسيا، لكن شمال افريقيا ما عندناش التغطيه نتاع الساتليت تاع روسيا، ما تغطيش الجزائر وليبيا وتونس والمغرب، ما تغطيش. دونك انا عندي علاش كيف نقولوا احنا اللي ما عندوش اللي يصلحوا معناها ماهوش صانع، هو راه ما يعمل حتى شيء. فهمت كيفاه؟ مع الاسف جنرالات في الجزائر تلقى جنرال كان شيفوه كان سائق تاع كهرباء يردوه جنرال، معناها لا قاري لا فاهم علوم لا فاهم استراتيجيه لا فاهم لا قاري الكترونيك لا فيزيك لا فيزيك كونتيك، مش فاهمين. الناس هذوما يسمع فما سلاح بعد يمشي يشري ما يعرفش البعد نتاعو والا الليميت نتاعو، والا معناها يا رجل الحرب الخليج الاولانيه وقت اللي العراق استعملت الاكزوسات من الصاروخ اللي معناها السلاح الفرنسي اللي تم استعماله ضد البحريه الانجليزيه بنجاح، وتم اغراق معناها هو غرقوا بها معناها سفينه بريطانيه. صدام حسين كي خرجوا الفرنسيس دوروه عندهم معناها معطيات كيف خرج هزوه اللي يحبوه هما، مش وين يحبوا صدام حسين هبطوه في الماء، اللي ما عندوش اللي مش صانع سلاح وراهو عريان. اللي خاص يعني طائرات الاف 16 الامريكيه وغيرها كلها يعني بشفرات معينه يمكن الاسكات. توا انا نجي اللي قلت لي التوانسه ما يسمحوش، يا ندرا اللي التونسي اللي ماتوا له 58 واحد كي يسمع فما بلاد اللي قتلت له 58 واحد هو باش يتقلق عليها كيفاش تضرب؟ ما تقلقش عليه. انا ما نتقلقش عليه، انا قتلت لي ولاد بلادي 58 ما نتقلقش عليك. 58 يعني 58 واحد ماتوا في قفصه، ما نتقلقش عليك. فما وقت من الاوقات انت عاونت اقتصاديا ايه بارك الله فيك ونرجعوا لك، لكن ما ننساش قفصه، احنا لا ننسى ولا نسامح، ما ننساوش ما نسامحوش. الجزائر واسرائيل هما الزوز يضربونا، فهمت كيفاش؟ الزوز يضربونا، فهمتني؟ وعيب يخرج واحد مضحك كرونيكور في اذاعه يقول احنا معناها يحب يشكر الجزائر، اشكر الجزائر معناها ترحم على الموتى ساعه 58 ولا قفصه ما نحسبوهاش مش تابع تونس. قولوا لي كان ما نحسبوهاش، قولوا لي معناها اذاعه تي اف ام، قولوا لنا ما يصيرش، فهمتني؟ نورمالمون راهو المذيعين راهم سكتوه، فهمتني؟ معناها فما حاجات معناها تضحك. يعني تم فتح تحقيقات فيما يخص احداث قفصه؟ لا مش تحقيق، لازم الدوله تشكي بالجزائر. انا غدوه معناها كي عندي امكانيه قضيه حاضره بالنظام الجزائري، فهمت كيفاش؟ توا في المطلق معناها في البعيد احنا كنا دوله عظمى، تونس كرتاج كانت معها الجزائر ومعها ليبيا ومعها المغرب ومعها اسبانيا ومعها الجنوب الفرنسي ومعها ايطاليا الكل، باستثناء مدينه روما. الشمال الايطالي والجنوب الايطالي كانوا معنا،
وجزيره سردينيا وجزيره الكورسيكا وجزيره سيسيليا، كل كانوا معنا، كل اراضي قرطاجيه. وكانت قرطاج معناها ديمقراطيه كبيره، وكانت كل مكان يحكموه عباده، معناها مش قرطاج جايه مسلطه جايبه قيادات. النويديين في منطقه الجزائر يحكموا حدهم، والمغاربه يحكموا حدهم، الاسبانيول يحكموا حدهم. وكي يصير تبدا فما حرب تتلموا الناس الكل، ويزيدوا يجيو جماعه من برا، من اللي سالت على سبيل المثال. سالت هي سكان فرنسا الشماليه وبريطانيا، يعني قرطاج كانت عندها علاقاتها في المردينار والبحر الشمال، وصلت حتى القاره الامريكيه معناها والقاره جنوب القاره الافريقيه. احنا يجمعنا اكثر من اللي فرقنا، لكن وان شاء الله معناها من هنا 2050 باش ترجع امبراطوريه قرطاج العظمى. معناها انا فما ناس معناها بصراحه كي نسال ساعات واحد تونسي معناها نلقاه ما يعرفش تاريخ بلاده. بربي انت تعرفش على سبيل المثال كاديكس في اسبانيا. كاديكس مدينه كبيره تبنيت عندها 11 قرن قبل المسيح، قبل الميلاد. 11 قرن شكون بناوها؟ بناوها توانسه القرطاجيين. مش هكاك. ملقا 8 قرون قبل المسيح. ملقا اللي فما شكون يسخيلها بلاد عربيه، ملقا 8 قرون قبل المسيح. جروناد، كالياري في ايطاليا، تراباني، باليرمو، سورونتو، كارتاجين، برشلونه تعملت على اسم حنبال بركه، فورس اونور. معناها حنبال قوه وشرف، سترينث اند هونر، فورس اونور، فهمتني؟ دونك الكيب تاع البرسا التوانسه يحبوا البرسا، راهي المدينه ذيك بنيناها احنا، فهمت كيفاه؟ بناها قرطاج العظيمه. ان شاء الله في قرطاج العظيمه لا باش ترجع قرطاج، لا باش ترجع. هذه 1000 سنين يعني علاش 1000 سنين؟ ليه هاش فيه التاريخ يتعاود؟ لا التاريخ يعيد نفسه، لا يتعاود. نقول لك انا عايش الواقع. اليوم كي تسالني تقول لي توانسه باش معناها باش يكونوا ضد، انا نقول لك احنا توجعنا وما طلبوش منا السماح، ومعناها ما صارش مازالت معناها الضغوطات، معناها حافله تمشي بالاساتذه يعريوهم، فهمت ولا لا؟ شو نقول لك؟ فاش تحب احنا ندافع عليهم، ما ندافعوش عليهم وما يهمناش فيهم. واللي صار مع فرنسا ما يتعاودش، تعاوناهم احنا مع فرنسا، معناها ولا لنا شتم وقذف وسب، احنا ما نعاونوش اللي يعتدي علينا، فهمت كيفاش؟ راهو هذا سليمان عثمان اللي هو قاعد يدرب في المقاتلين اللي يخدموا ضد النظام الجزائري، هو تم تكليفه باش يدرب 300 مقاتل، 300 ارهابي، معناها جايبينهم شكون بربي تبدا تعرف التونسي يعرف، هذم اليساريين هم القوميين. مع الاسف معناها العمليات المدبره اللي صارت في تونس ما همش اسلاميين عملوها بصراحه، رغم ان فما عمليات ارهابيه معناها ضارعين فيها البعض، معناها عمليات قليله، لكن العمليه الكبيره اللي صارت في قفصه هما دبرت من طرف ساعجيات يساريه وقوميه جيراننا ليبيا والجزائر، ثم في الداخل معناها الطيارات دعمتها التيارات القوميه واليساريه. ان شاء الله معناها يتوب عليهم ربي الناس هذوما وما عادش يعملوا الشيء هذا، فهمت كيفاش؟ طيب سي هشام، ننتقل للوضع الشأن التونسي. احنا ما يهمنا في الاول وفي النهايه انا مو اسمعني، مو احنا مو حتى جيراننا يبداو يعرفوا احنا شنو، اذا كان احنا عندنا اشكال معهم نقولوا لهم بكل بصراحه، لا سب ولا شتم ولا حتى شيء، فما معطيات لازم يعرفوها، فهمت كيفاش؟ ولا تبقى معطيات تاريخيه هذه لابد من التدقيق فيها، يعني ومراجعتها من قبل فماش تاريخيه. انا عندنا حساب مع فرنسا مازال ما صفاش، اكبر حساب هو مع فرنسا، وباش نرجعوه لها يتوال ولا قصار الدهر باش نرجعوه لها. كيف باش نرجعوه لاسرائيل باش نرجعوه للجزائر. الجزائر تعرف باش نرجعوه لها اللي عملته في قفصه باش يرجع لها، نرجعوا لها الباهي، عملت معنا الاقتصاد باهي نرجعوا له ثاني مثلث باهي، لكن اللي عملته خايب بده يرجع له بلا طريقه. توا اللي هو يكون في الحكم توا يحدد، نهار تبدا واحد في الحكم ويديسيدي باش يرجع توا يحدد. ولكن الانظمه تتغير والسياسات الخارجيه تتغير والمعطيات الشعوب ما تتغيرش، الشعوب ما تتغيرش، الشعوب ما تتغيرش. احنا لا نسامح، اسمعني، لا ننسى لن نسامح، لا ننسى لن نسامح. طيب على المستوى المحلي والوطني خلينا نبرش احنا في الدولي والاقليمي. على المستوى الوطني الان تونس تعيش يعني على وقع هذه الازمات الدوليه والاقليميه، وهناك بعض الازمات المحليه فيما يخص يعني ابرز ازمه سياسيه اليوم، عندنا ايقافات بتهم خطيره جدا تامر على امن الدوله. عندنا يعني احزاب او جماعات خلاص يعني ممنوعه من
الاجتماع بحكم الطوارئ، ايضا مكاتب حركه النهضه تم اغلاقهم، وغيره، اعتقال كما يصفه الغرب زعيم المعارضه التونسيه الصغانوشي رئيس حركه النهضه. ما قولك في وتحليلك لكل هذه الاحداث السياسيه خاصه؟ هل هناك ازمه سياسيه خطيره في تونس ربما تكون عندها تداعيات على مستوى الاقتصادي والاجتماعي؟ تداعيات ايه؟ تداعيات في الباهي وفي الخايب، ومش في الخايب برك، في الباهي وفي الخايب. كيبدا فما رخاء وتوافق سياسي. على سبيل المثال يعملوا باش كيتسبسي 4 سنوات. انا خرجت في 2016 بعد تم دعوتي في المجلس النواب، مشيت نسمع استدعوني، قلت كلمه في الاخر، في اخر قلت نهار معناها يمشي باش كيتسبسي ورئيس غنوشي، لو تعرفوا قيمه التوافق، لان التوافق كان مقلق من لي دو كون، معناها من شيرتين. يقول لك لا، شنو هو التوافق؟ التوافق راه حاجه مهمه برشا، رغم اللي في صلب التوافق ما تنجمش تعمل اصلاحات كبيره صحيح، لكن ديما الجو رايح. خليني توا معناها نعطيك انا باش تفهم ساعه تونس شنو صاير بعد الثوره، مش على تونس برك، على البلدان الكل، لانه فما حدث. انت بيدك باش نسالك، انت تونس كي تروح لدارك توا تلقى فما كرتوش وضربوا وناس موتة والطيارات تضرب الفوق وكذا، ما فهمناش هكا ولا؟ الحمد لله. دونك ما عندناش في حرب. لا، اللي باش نقولوا لك هذه باش تغير رايك. باهي، فما ويليام ستورجس، ويليام ستورجسلان، ويليام ستورجسلان، سامحوني في النطق. هذا كاتب ومحلل امريكي غول، جاب مجموعه الجنرالات الامريكان وعملوا بعجاله، عملوا معناها تفسير او ايضاح او بسط للنزاعات. قالوا فما 5 نزاعات في العالم. النزاع الاولاني بدا بالقرن 17، بدايه قبل القرن 17 كان لي سينيور، معناها النبلاء اللي هو يحب يعمل حرب مع جهه اخرى يمشي يعمل حرب. بدايه القرن 17 ولا الحروب ولات معناها شان دوله، الدوله هي تقرر تعمل حرب، وبداوا معاها لي زونيفورم لي تون كومبا، ومعهم الجرادات، ومعهم والحرب فيه قواعد الانطلاق ونهايه الحرب والاشتباك والاسرى والموتى وكذا في امريكا. واللي عنده اكثر عدد هو اللي يختصر. هذا الجيل الاول. الجيل الثاني بدا دخلت فيه اضافه، بخلاف العدد اللي عنده اكثر عدد يربح، اللي عنده قوه نار، والقوه النار جات بالمدفعيه وجات بالطيران. هذا في الحرب العالميه الاولى، في بدايه الطيران بدا مؤثر، في بدايه الحرب العالميه الاولى بدا الطيران ياثر والمدفعيه تاثر. هذا الجيل الثاني. الجيل الثالث جاء من الحرب العالميه الثالثه، مع العدد ومع قوه النار جات الموبيليتي، تحرك. انا الجيوش ولات ما عادش ثابته، ولات تتحرك. وانا نفكرك في الجيش، الحرب اللي صارت في تونس بدات من العالمين، بدات من مصر. الجيش الالماني هرب والجيش الانجليزي والامريكاني يلاحقوا فيه حتى قطع ليبيا ودخل تونس، وصارت حرب كبيره هنا في تونس وتكسرت البلاد، دقت. هذا عام 43 فهمتني، حرب صارت لنا هنا. دونك ولا فما موبيليتي. دونك تروزيام جينيراسيون، اضافه للعدد نتاع القتلى، عدد الجنود وقوه النار اللي هي تجي بالمدفعيه بالاساس وبالطيران، بدات الموبيليتي. مع الموبيليتي فما استراتيجي، معناها انت كي باش تحرك جيش لازمك تخطط التخطيط. هذا ايش قلنا. الجيل الثالث. الجيل الرابع بدا تقريبا بين الثمانينات والتسعينات. شنو اللي نجر عليه؟ ولا ما عادش الدوله هي اللي تقرر معناها تقرر النزاعات وحدها، دخلت شركات خاصه على الخط، بلاك واتر، فاغنر، فهمتني، ودخل الكومبا سيمتريك، القتال غير تقليدي، معناها مجموعات تقاتل دوله. ثم دخل البروباغندا، دخلت البروباغندا في الاعلام، وانا عملنا وانا كذا، وهم ما عملوا حتى شيء، وانا احنا ربحنا وهم خاسرين وكذا. هذا الجيل الرابع. وجيل الخامس. الجيل الخامس انا نحب التوانسه يتبعوه. الجيل الخامس ما فيش جيوش، ما فيش تحركات نتاع عسكريه، ما فيش دبابات، ما فيش طائرات، ما فيش كذا. ما شنو فيه الخلفيات او ما ينجروا عند الحروب، الامراض كوفيد، المواد تنقطع، البطاله تزيد، المرض يزيد، المشاكل الاجتماعيه، النقل، معناها الجميع اللي هو ينجر عن حرب تلقاه موجود، لكن ما تلمسش حرب. المصيبه فيش ما يكفيش اللي انت ما تفيقش في حرب مسيطر عليك اللي ما يفيقش فيها، زيد انت قاعد تخسر فيها وماكش مطلق. ايما الحرب وين؟ الحرب في الانترنت، الحرب في الداتا،
معناها لي بروغراماسيون في لي ريزو سوسيو. معناها اليوم ولات الجيوش تعمل في هياكل رقم مرقمنه، هي تهاجم بقايا اخرين، وهي بدها تتلقى هجمات رقميه. انا حكيت على ال 21 لوران بارلي معناها وزيره الدفاع السابقه خرجت تتكلمت خاطر فضحتها فيسبوك، قالت اداره فيسبوك فرنسا شويه تعملوا في الهجمات وكذا، خرجت قالت لي صحيح احنا نستعملوا في فيسبوك، احنا عملنا يونيتي معناها في الارمي الكترونيك وكذا اللي عملتها برشا بلدان موجوده في البلدان الكل بما فيهم الولايات المتحده الامريكيه بالمنظومه اشلون. على سبيل المثال اشلون هو معناها هذه متابعه ملاحقه للجميع العسكريين والساسه والرجال الاعمال في العالم، وتعرف كل شيء وتسمع كل شيء وتشوف كل شيء. دونك اليوم احنا في تونس مسيطر معناها عندنا معناها ناس معناها بارك علينا. الجهه هذه مختلفه. الحرب هذه مش على تونس بركه، على الجزائر وعلى المغرب وعلى فرنسا وعلى اسبانيا وعلى ايطاليا بدرجات تختلف. وانا يلزمنا احنا نكونوا واعيين ونكونوا فايقين ونفهموا، وفما شكون يحب يدفعنا باش نحن نتصادموا. اللي صار في المغرب سامحني، اللي صار في السودان وصار في سوريا وصار في ليبيا معناها حبوا يعملوا في تونس، حبوا يعملوا في تونس. كانت تفكر فما شخصيه سويرس تسمع به، سويرس مصراوي ام دافير مصراوي، تم ترحيله في الفتره نتاع رئيس حكومه تاع بشكي السبسي، نجيب سويرس تم ترحيله. تفطنوا اللي هو كان يعمل في الكومبين. شنو الكومبين؟ ما تفهم حاجه انت توا. احنا الاخيال مثال شو نقولوا خيال في الخيال شو مشكله؟ الخيال ما يحبوش الحريات. معناها نقول لك هذه بلاد عربيه محسوبه عربيه واحنا ماناش عرب. احنا ماناش عرب، فهمتني؟ احنا عمرنا ما كنا عرب، فهمتني؟ لغويين، فهمتني؟ لا وحتى التوانسه يفهموا حاجه. وهنا معناها كنت نحب نوصلوا معناها علاش فما معناها جهات اسلاميه معناها فما عليها غضينه نفسروها هذا. دونك البلدان العربيه هذه يقول لك كانت تولي فيها حريات وتولي فيها ديمقراطيه وكذا، غدوه يسقوا لي انا جماعتي انا يحبوا على الحريات وكذا. هذا عكل الكاز، فهمت كيف؟ هذا بالضبط هذا اللي صار. حاولوا باش يعقلوا باش السبسي وعدهم قال لهم تهناهم تو كي نولي رئيس نحيهم الاسلاميين، ولا رئيس ما نحى حتى شيء، ما نحاش، سكتوا. وقتاش عاودوا رجعوا تقواو؟ بعد لا صارت الكوباراب، معناها الكوباراب اللي صارت في قطر بينت كاس العالم لا مش كاس العربي ساعه، بينت البلدان العربيه اللي تبعوها الشعوب العربيه الجمهور ساعه نتاع توانسه بنات واولاد وكل لبسه وكل اهتمام وكل عياط وكل كذا قلق نظم العربيه قلقها. شنو هي الحكايه هذه؟ ولا معناها الشعوب نتاعهم نقول لك انتم تقولوا معناها ثوره معناها فاشله يا ناس شيخه ومفرهده ولا شكل كدا، فهمت كيفاه؟ فما جهه غربيه وراها جهه اسرائيليه عملوا صبر اراء في البلدان العربيه عن طريق شبكه التواصل الاجتماعي، حتى في تويتر وفيسبوك وتويتر وكذا، يسالوا الشباب من 15 25 سنه، سامحني من 15 23 سنه، لو اعطيت لك فرصه باش تكون عندك جنسيه ثانيه عربيه شنو هي البلاد اللي تختار؟ سونز اكسبسيون بدون استثناء الكلها طلبوا حتى تونس بما في ذلك بلدان تاع شمال افريقيا الجزائريه ومغاربه وليبيا والخليج كلهم حتى تونس. معناها ما قالوش انت تبدل جنسيتك، لا لو اعطيت فرصه ليك معناها يقول لك خذ جنسيه اخرى اشتاق كلها طلبوا تونس. فهموا القيادات في الخليج اللي معناها مش في شركه هذوما، فهمت كيفاه؟ يلزمهم محل. دونك قاعدين يخدموا علينا يدفعوا في الجهات الفاعله والقوى الصلبه باش معناها تكسر المشيان في معناها السير في اتجاه الحريات. احنا شو موضوع حريات؟ تو السرقه والفساد كذا عارفينه، تو يتنحى بالطرف يتنحش بالضربه، لكن المصيبه اللي احنا نخافوا نخسروه هو الحريات، فهمت كيفاه؟ حريه التعبير، وانا تو نتكلم انا وياك ننقدوا الناس الكل، هذا مش متاح في البلدان العربيه، غير متاح، مش متاح حتى في المغرب، مش متاح فيها زعما حريات اكثر من الجزائر، مش متاح، فهمتني؟ المغرب احنا تو ننقدوا الجزائر، لكن حتى المغرب ننقدوها. انا مثلا ضد تقبيل الايدي نتاع الملك، احنا تو الملك نحبوه انا وناجح، وكيما نحبوا تبون ناجح نحبوه ناجح، وهذا فكره تبون الناس مليح. حتى فما شكون يقول ولا يقول معناها يكذب ولا كذا اموره هذاك بينه وبين مولاه، انسان متربي ومتخلق، وحتى كان عملت تصريح نجم نكونوا ضد تصريح لكن هو متربي كيما نتاع دبيبه زاد متربي برشا، ما لا علاقه بينه وبين حفتر. جاب هذا جاب الصناعه على الارض لا علاقه،
نحبوا احنا ماذا بينا بلدان هذه تبدا لاباس عليها ومريقله كي هم يبداو لاباس احنا نبداو لاباس، حيث حتى المغرب نحبوا لها كان الخير. دونك اللي الناس هذوما يفهموه اللي راهو احنا مش احنا كشمال افريقيا مستهدفين، اليوم العالم كامل مستهدف. فما تغييرات. انا نعطيك اشاره باش توسع يعرف. فما مليار و700 مليون بقره في العالم. فما زوز مليارات علاش، وفما مليار خنزير، فما 20 مليار طير دجاج وزوز وكذا. اللي يحكموا في العالم تقلقوا من الحيوانات هذه. قالوا على سبيل المثال البقره تخرج السي معناها لي غاز نتاعهم تعمل سي اتش معناها الميثان اللي قاري شيميه يعمل ميثان، والميثان هذا البقره تنتج ميثان قد العام 80 مره. قالوا هذا باش ينقبلوا زون وكذا، هو صحيح. اي شنو الحل؟ قال لك يلزموا هذوما الكل يتنحاو. كيفاش يتنحاو؟ قالوا يتنحاو باش يعوضوهم باللي كفار. لا باش راهو فما راهو معلومات صادمه، راهو التوانسه راهو يلزمهم يعرفوهم. بدات يعني مؤخرا صبرك عليه شويه. قالوا يلزموا يتنحاو ونبدلوهم بال معناها والتغذيه كيفاش الناس باش تاكل؟ قالوا يتبدلوا بالحشرات. انا اللي كفار. فما 4 انواع من الكفارات، يعني الكفار في الديار يترباو ويشيحوهم ويريحوهم ويردوهم ثانينا. وشكون باش ياكلهم لك؟ قال لك لا، ما يستناوش حتى الناس تجي تشريهم وتاكلهم. يلزمك يتخلطوا مع الحلوى ومع الفارينه نتاع القمح وفي البسكوي وفي المواد الكل. ومنظمه الصحه العالميه منظمه الزراعه عملت ديريكتيف معناها خرجت توصيه على سبيل المثال الاتحاد الاوروبي طلبت منهم هذا عمليه ولا طلبت منهم باش يعتمدوا الكفار كذا. الاتحاد الاوروبي عمل ديريكتيف في ديسمبر 2022 قال ليزي، وبداوا يا توانسه باش تردوا بالكم معناها من الحلاوي ومن الشكالط ومن البسكوي اللي جاي من برا اللي جاي من اوروبا راهو فيه رقم 200 كذا، راهو فيه معناها بودر ولا فرين دو كفار. انت ما تراهاش راهو معناها فرينه معناها ردوا بالكم انتبهوا من الموضوع هذا. بلغه اخرى باللغه اللاتينيه اي لا ما بيحطوش كفار معناها يحطوا رقم هذا فهمتني. معناها العالم قاعد يتغير بحاجات في طرق الانسان ما يصدقش. معناها كي تسمع عندي حكايه كذا واحد ما يصدقش. انا يعني كيف الموضوع نتاع معناها الحكومه العالميه رانا ماشيين فيها وتقليص عدد السكان رانا ماشيين فيه لا محاله فهمتني. بربي ما نبعدوش على موضوع تونس. شنو عندنا في تونس مازال هذا هو يعني تحدثنا على باهي. انت احنا قلنا معناها تجي تحل حزب وتجمع ولا اتجاه اسلامي ولا نهضه وكذا. شو ما تجي ما يتحلش. انا عندي فكره باش تحلوا في راسي ما تنجمش. انا نصوت كذا هو في ضمن حزب ولا نصوت ولا وحده ونعرفه اسلامي نصوت. تيجي شنو التخلويد هذا؟ هذا تخلويد ولا مضيع الوقت. معناها انا نلعب ولينا كانش اللهم بور فير بليزير كيلكان دوتر معناها جهه خارجيه ولا جهه داخليه باش احنا معناها تكون راضي علينا. شوف حل حزب التجمع قبل يعني كان خطا بيان سور. ما انت الفكر ما تنجمش تواجه الفكر بالعقوبات القانونيه. الفكر يواجه بالفكر. انت تو جبت لي راشد غنوش على فكره انا نحب نشير للسلطه. انا شو نعرف عليه راشد غنوش؟ انا كنت قريت بريميسيكي في اللي بعد الخضر قررني برشا ساده معروفين ميدالي بن صالح في التاريخ ان شاء الله اذا كان هو حي ربي يعطيه الصحه اللي كانوا توفى الله يرحمه. قراتني مدام جراد واحده نقابيه ماضيه قبيحه كذا ان شاء الله كيف كان هي حيه ان شاء الله هي لاباس فهمني ولا. وتوقفت في الفتره نتاع بورقيبه كذا. لكن كان نعرف فما ساده نعرفهم منهم الاستاذ راشد غنوشي والاستاذ فلسفه من قراني شغله عمي قري في الاقسام اللي حدانا ناس مليح دبروه بحيث اللي تسمع فيه يحكيوا عليه في وسائل الاعلام بصراحه عيب. وسائل الاعلام عليه وسائل الاعلام لانه الصحفيين في تونس اغلبيتهم وطد مش يسار برك الاكل يسار المتشدد. اليوم وطد ما يزيدش شادين البلاد يعني خلفيه ما يزيدش شادين البلاد. تلقى وزير الداخليه وطد، تلقى المستشار تاع الرئيس هذاك لينين ولا ستالين وطد، تلقى من العديد من المسؤولين حتى في القطاع الخاص. قلت البارح حسيب نهارين تالي نسمع في موزايك اسمه هذاك اللي يعمل البرنامج نتاع نص النهار كان شدد الاذاعه التلفزه التونسيه ليس غربي معناها استدعى واحد من الوتد معناها هو قريب هو يدخلش عليه يجاوب خير من تاع الوتد. لا فيه وتد 200% هو حر باش يكون وتد
لكن سامحني تجيب واحد بطل تحطه في تلفزه وطنيه، معناها كيفاش هذا؟ معناها التلفزه اليوم تلفزه ولات معناها اللي تلفزه الوطن ولات، ها تلفزه ولات التلفزه الوطنيه ولا التلفزه تاع الوطن. احنا ماشي ضد الوطن، اما الوطن ياخذ حجمه اللي هو في المجتمع. هما في المجلس النيابي السابق عندهم واحد برك الراحوي اللي يخدم في البنك، هو وطن يساري ويخدم في البنك، البنوك اللي تذبح في العباد، هو شاف داجونس تاع البنك، راك ما تفهم حتى شيء في البلاد، فهمت كيفاش؟ اي دونك اليوم انا الوطن معناها ماخذ مجال اكثر من حجمها في الشارع وما يليها للناس. عليه هذا باش تعرف حاجه، وقت اللي صار بناء الهيكل السياسي في تونس في بلادنا، جاوا الناس اللي عندهم خبره الغرب قالوا اسمعني، قالوا انتم عندكم 3 عائلات، عندكم تجمعين التساتره وعندكم اليساريين القوميين وعندكم الاسلاميين، معناها حاولوا اعملوا سلطه تجمع بين هذوما الثلاثه. وجات الفكره باش الناس تعرف علاش مش تعملش نظام رئاسي، عمل نظام برلماني. جات الفكره باش تتوزع الابساط هذوما الثلاثه على 3 العائلات. قالوا العائله اللي هي تعرف تسير ومتعوده على التسيير هي تشد الحكومه واغلبيه الوزراء. العائله اللي هي معناها مش متعوده وما نحبوش تقعد في الواجهه في الخارجيه، تقعد تشد البرلمان وتشد القوانين. واليسار معناها بحكم فرنسا كلها تحب اليسار وكذا، قالوا معناها شدوا الرئاسه. وهذا ايش صار. لكن اليوم شو اللي ايش عمل الرئيس؟ اليوم الرئيس جاء نحى معناها اصوات نتاع التوانسه. انت تحب الاسلاميين لا، وانت تحب الديمقراطيين لا، وانت تحب التجمعين لا، فك الاصوات اللي هو ما يصيرش هكا. معناها انت تفك الاصوات نتاع لي فوت تونيزيان، معناها مشى واحد فوتا. انت كي تقول الاسلاميين ليش معناها اسلاميين؟ معناها انت تحب تفسخ اللي هو صوت له، مواطنين صوتوا هذوك. اليوم انا نكلم فيك اسمع الاسلاميين ما لازمش يرجعوا. ايش معناها الاسلاميين مش يرجعوا؟ اللي يصوت للشيطان، يجيبوا الشيطان التوانسه معناها يقرروا باش يجيبوا الشيطان، يحبوا يجيبوا الشيطان، مبروك عليهم. ايش دخلك انت شي يهمك؟ شكون انت كصحافي ولا كسياسي ولا ككاتب؟ ايش دخلك انت؟ معناها تقعد باهت لا الجهه الفلانيه ما ترجعش، علاش ما ترجعش؟ ايش دخلك انت؟ شكونك انت؟ شكون يعطاك القدره والمقدره باش انت تقول شكون يرجع شكون ما يرجعش؟ وعليه معناها كل واحد يشد حجمه يشد بقعته. صندوق الانتخابات هو الفيصل بطبيعه الحال يحبوا عليه التوانسه وغلطوا التوانسه ويصلحوا من بعد، فهمت كيفاش؟ وانت عندك جهه تحب تقصيها بالانتخابات، تعمل برنامج باهي تفضل الانتخابات توقف اللي تحب عليه. اما باش تقول هذا لا وهذا لا، لا انت اللي هو لا، انت اللي لا. وان تورط بعض الاطراف في قضايا حقيقيه، مثلا قضايا لديها مس بالامن الوطني او التامل على امن الدوله، كما يعني احنا تعودنا من نيكستون من وقت بورقيبه يتوقف الناس السياسيين ويلصقوا لهم قضايا نتاع يتعدم 4-5 مرات. اذا كان الموضوع حقيقي خلي القضايا تمشي والناس تبرع، علاش نوقفوا فيهم؟ توا احنا نوصلوا راس غنوشي في شخصه هو 82 سنه، هو مش على راسه ريشه ولا خير من التوانسه، وكيف التوانسه، لكن انا نبه التوانسه على اساس اللي هو قاعد يدفع فينا باش نعملوا تقاتل في تونس كما في ليبيا صار، كما في اليمن، وكما في السودان، وكما في سوريا. راهو حاول ما نجمش. شو في تقديرك شو يجم يعمل باش ينجح؟ ممكن اغتيال شخصيه مهمه. ما نتصور كان على اللي قدر يقتلوا سيد هذايا معناها راس غنوشي، يقتلوه ولا يسموه ولا كذا، تو معناها البلاد معناها تفقد نهائيا السلم نتاعها، فهمت كيفاش؟ تولي ما عادش فما سلم في البلاد. هناك طرف يريد ان يعبث بتونس، مش طرف اللي في اليمن كما شوف ما هو اسمعني الاسلاميين في سارة الانقلاب خذاوا العبره من اللي صار في مصر واللي صار في الجزائر وكذا، ما حبوش يردوا الفعل. وهذا جراس شكون؟ جراس للقيادات السياسيه نتاعهم، جراس راشد غنوشي ما حبش يصير قصاده، فهمت كيفاش؟ وانا نتفاجئ نسال الاخيان وين الوحده السريه الغرفه السريه اللي يحكيوا عليه، وين الناس اللي اجهزه الخبرات تاع ما فقوش بالانقلاب حيث باهي. وش عملنا في الاغتيالات؟ علاش اللجنه نتاع الدفاع توخر كل مره ما تقليش الحكم؟ نحبوا نعرفوا شكون اختلهم هذوما زوز، نحبوا نعرفوا اش بيه السيد الرئيس ما يسعاش باش ما يتحكمش فيها الموضوع. هاو مناسبه باهيه تو، علاش ديما يوخروا فيها القضيه؟ باش ما يزعجوش ربما بعض الناس اللي ضالعين. وانا قلتها، هما جهه خليجيه ضالعه
فما شخصيات من الجوار، وفما فرنسا اللي سيبت الشخصيه الرئيسيه في الاغتيال، سيبته هو محكوم بقضيه معناها ارهابيه، سيبوه في شطر العقوبه. ولليوم انا نطالب باش يتم توجيه سؤال للجانب الفرنسي علاش السيد هذا سيبتوه، ولا بطلب من شكون سيبتوه. وانا حتى من الجانب التونسي الرسمي لا بعث مراسله باش نعرفوا علاش، مع الاشاره وانه يلفت معناها حاجه مهمه. طبعا اكثر من عامين ما صارت حتى عمليه ارهابيه في تونس، معناها ملي صار الانقلاب معناها ولينا اصدقاء مع الجانب الجزائري الرسمي، مع المؤسسه العسكريه، توقف الارهاب. زعما شكون وراء الارهاب؟ معناها الارهاب يضرب كي تبدا الاسلاميين في السلطه يضربهم، وكيف ما عادش في السلطه ما عادش يضرب. معناها ما تفهم حتى شيء. لا ما فماش حسن حظ، لا ما فماش حسن حظ. الجهات الفاعله معروفه، فهمت كيفاش؟ والسلطه نتاعنا تعرفها، وما يحبوش يحطوا صباعهم على الداء. هاو صحيح. طيب بعجاله سي هشام، بعض الازمات اللي موجوده في هناك ازمات اجتماعيه موجوده في تونس، هناك ملفات مطروحه اقتصاديه مهمه، يعني ملف طاقه، ملف مياه، ملف تمويلات، يعني بعجاله ملف الهجره واضح. والاحساس التونسي بربما نوع من الاحباط. هو الاحباط هذا داخل في الموضوع في السيطره في معناها في الكونفلي دو سانكيم جينيراسيون مسيطر علينا، الناس فدت هنا. بعجاله اليوم معناها الدنيا بدات تسخن، والموضوع نتاع التخزين الناس خايفه منه. ما نعرفش تو جمعتين التالي عندي حساب ولا عندي تعداد نتاع تقريبا فما 7 ملايين دبوزه ماء مخزن، واحنا في نفس الفتره مخزنين 13 مليون عملناو. نعاود في نفس الفتره معناها جمعتين التالي قبل شويه العيد عملناو مخزنين 13 مليون معناها قارون تاع ماء. اليوم عندنا معناها السنه عندنا كان 7، هذول 7 راهو غير كافيين. معناها اللي كان باش تقرا حساب معناها سياح وكذا معناها غير كافيين. ويبدو انه الناس بتخاف بالتخزن خاطر الطاقه نتاع التخزين بالنسبه للشركات اللي تخرج في البلاد صغيره. دونك يلزم معناها السلطه تفتح المجال نتاع جهات باش تخزن، وتكون معلومه اللي باش يخزن يجي يعلم معناها يعطي المكان والعدد وكذا. خلي ما باش ما ناخذوش احنا باش ناخذوش في الماء، لانه الماء سنه واضح اللي باش يصير فيه اشكال. زاد كيف السلطه لازم تتدخل في الزراعات اللي تستهلك برشا ماء. فما زراعه تستهلك برشا ماء لشنو؟ للتصدير. تو كان جات الطماطم وخصوا للداخل ما فاهمين، اما انت تعمل 50 لتر ماء الكعبه تمر باش تصدروا انا لبرا، يسامحني نكلموهم احنا السنه نتاع اللي يصدروا في التمر يقولوا ما صدرش عايش، نعملوا كميه نتاع الاستهلاك نتاع تونس، ما فماش تصدير. ما ناخذش انا 50 لتر ماء باش نعمل كعبه تمر، سامحني فهمتني، نستغلوه على الاقل السنه فهمتني. هذا السلطه لازم تدخل فيه. فما حاجه اخرى، فما اشكال في نسبه القمح اصاب السنه من عجروده جات اي تقريبا فما بين معناها 1.5 مليون ماكسيموم 2 ملايين قنطار باش يكونوا من السابق، واحنا نستهلكوا 3 ملايين قنطار معناها في الزرع. دونك احنا باش نزرعوا ديجا ناقصين. اللي هو يخوف هو انه فما بعض الفلاحه باش تمشي تشري من عند فلاح اخرين اللي هو جاته شويه سابق، يشري هو باش يزرع، فما جهه باش تزرع وجهه ما تزرعش. عمليه القنطار تبيع 130 دينار، يلزم الدوله تتدخل تشري هي ابريفور 250 دينار على سبيل المثال، باش هي توزعوا من بعد، توزعوا على الناس الكل افيك دي كوتا. فهمت كيفاه؟ لانه السنه التيران ما عطاش، دونك باش يكون فافورابل العام اللي بعده باش تمشي بالكدا بكدا. لازم الدوله تتدخل تشري هي وتوزع توزع معناها افيك دي بروبورسيون معناها ايجال. علاش؟ لانه كي تجيب قمح من برا مش متعود بنفس المناخ اللي عندنا ما ينجحش، وعليه السلطه لازم تنتبه للموضوع هذا. فهمتني؟ البذور هي بطبيعه الحال. طيب بالنسبه للقمح، بالنسبه للثروه المائيه والمياه، ما شوف انا والله اشوف، وانا والله فما زوج مواضيع تكلمت فيها المره اللي فاتت في قناه الزيتون. بصراحه انا تفاجئت، 3 مواضيع تفاجئت انا قالوا لي برشا حاجات قلتهم وكل رئيس عملهم. تكلمت على رئيس حكومه امراه، حتى قلت يخرج مع شقه في القصر خرج. قلت الامن يتلهى بالتوزيع معناها بالمضاربه وكذا. ما قلتش يمشي يحجز الامن يضبط برك. فهمت كيفاه؟
ولو ما انا تونسي من بين المواطنين كي نقول حاجه ما مش بالضروره فكرتي فكره تونس، انا قريت ناكل وعشت مع تونس، معناها انا ولا غيري كي يعطي فكره مش بالضروره هي نتاعنا، هي نتاع الناس الكل، معناها يتبناها الرئيس معناها طريقه عادي جدا. لكن فما حاجات قلتهم انا كنت نستنى في الرئيس على الاقل باش يتحرك فيهم، ما تحركش فيهم. ها ونعطيك انا مثال، ها وناخذوا احنا الشهاده تاع تونس، تو احنا عندنا المنظومه الماليه الوحيده اللي هي دخلت فلوس، رغم اللي احنا ضربتنا الكورونا والمؤسسات الاقتصاديه الكل خاسره، حتى لو ربح الطرف ربح شويه بركه مش كالعاده، الناس كل خاسره باستثناء المؤسسات البنكيه. على 23 و 24 بنكه وطنيه، مانيش نحكيو على بنك الرجال، ما ندخلوش في البنك الرجال، بنك الرجال الله يرحم والديهم يجي عام بارك الله فيه، نحكيو على البنوك الوطنيه الخاصه ولا ملكتها الدوله دي بروبورسيون. 24 بنك عندنا، ال 24 بنك هذه عاملين اكثر من 5300 مليار السنه الفارطه، 5300 مليار. ايه معناها يا ربي معهم يعطيهم الصح. ايه ومن بعد البنوك معناها باش التوانسه يعرفوا على 100 دينار معناها اللي دخلها واللي ينفستيها معناها صاحب البنك دخل له 10 دينارات في العام، والحال وانه ال 100 اورو في اوروبا بنك من البنوك يدخل 1 اورو بركه، معناها الربح اللي يربحوا فيه ربح فاحش. انا نحب البنوك تربح لكن مش ربح فاحش. جيت انا حكيت قلت علاش ما تعملوش البريد، رانا عندنا عدد مهول تاع معناها بنوك في البريد، عندنا 1046 مركز بريد الموزعين في التراب الجمهوريه، عندنا 6 ملايين معناها كونت كوران بريدي، وعندنا 2 ملايين ونص كونت ايبارني. بالله اسمحوا للبوسطه اللي هي عملت مطلب توا من 2019 باش تولي تقرض التوانسه، خاطر توا البوسطه اش عندها معناها تخبي لك الفلوس والا تعمل كونت كوران معناها تحط شهريتك فيه تجبده. شنو ناقصها البريد؟ ناقصها القرض. هم عملوا طلب سكتوا عليه طلب، خرجت انا تو شهر ونص الثاني خطبت السلطه قلت لها راهو عندك الموضوع نتاع البريد بربي انا سبحانه خلي الحرفيين والمهنيين الصغار السودور والنجار يحشتوا 500 دينار و1000 اللي يشتري بيرسونج كذا، خلي معناها هذا البنك ما تعطيهمش، ما تحلمش كونت ما تعطيهمش، خلي معناها يلقاو حظهم. شنو يصير قبل العيد؟ يمشيوا السلطه تمشي تفرض على اصحاب معناها لي كونت ايبارني وكونت كورون كل ما تعمل عمليه ينحيوا لك فلوس كما تنحي البنك، وما عطاتش ما سمحتلاش بالقروض. معناها البريد طلب باش يولي يعطي قروض قالوا لا، اما اجى نقول لك كيفاش يا بريد تولي نحي لك فلوس على كل عمليه معناها ماليه كما تنحي فيهم البنوك. معناها ما يزيش البنوك معناها تذبح في التوانسه، يلزم البريد زاد يخلط عليهم، يلزم نجيبوا البريد زاد هو زاد ياخذ بايو في التوانسه. هذا معناها انت كي تشوف هكاش مش مازلت تشجع باش تتكلم، انت ما عادش تتكلم، تولي ما عادش تتكلم، فهمت كيفاه؟ تولي ما عادش تتكلم. تكلمنا على الطاقه، تكلمنا على الماء، شو نقول لك انا ربي ماشي على سلاح وكاو البلاد هذه يا ربي معها وكاو. نعم. طيب كلمه الختام سي هشام نحوصلوا يعني انت قبيله سالتني سؤال شكون اليوم النظام ولا قيس سعيد شكون داعم؟ احنا عندنا 3 طبقات في المجتمع، عندنا طبقه لاباس عليها صغيره، طبقه المتوسطه كمان مازال فيها، وطبقه ضعيفه. الطبقه لاباس عليها ورجال الاعمال وكذا هذوك ما يمشيوش مع رئيس الجمهوريه، لانه نعتهم السراق وكذا وبال نعتهم نعات سيئه معناها غاضبين عليه. الطبقه المتوسطه اللي هي كلاشات قبل الانقلاب وبعد الانقلاب، دونك ماهمش راضيين على طريقه التسيير وكل شيء غلاء وكذا ماهمش راضيين عليه. مش قاعد الطبقه اللي هي معناها حالها متوسط حالها ضعيف. الناس هذوما فيهم جزء يعول عنده عائله ويخدم في معمل، يخدم في شركه وكذا، هذوم خايفين من معامل ومن شركاتهم وعرفاتهم اللي يفدوا يسكوا، خاطر يعرفوا اللي عرفاتهم العناء، فهمت كيفاه؟ دونك مش يمشيوا مع النظام، مش يمشيوا مع الرئيس. انا باش نمشيوا معاه اللي هو ما يخدمش، يقول لك تعال ندبر شي خدمه، واللي هو ربما يخدم لكن خدمته ما مش راضي عليها، مش بالمستوى الثقافي نتاعو. هذوما ينجم يقول لك لعل تبدل الامور، لكن انا قاعد نشوف في برشا غش وبرشا احيانا شماته من الناس هذوما في اللي صاير في الشأن السياسي. عايش انا فما ناس قاعده معناها اللي شملها الايقاف وتتبع كيفاش نفرحوا الواحد دخل الحبس. يعني انت مؤكد راك تعرف اللي واحد من الشخصيات انا نقدته برشا الطيف، لكن انا سامحني انا ما نجمش نكون ما نجيش معاك توقفوا هكاك
خلي بحكي القضيه تمشي ونهار اخر مره كيف هو لعل انا ظالم يا سيدي، لعلي انا غلط فيها، غلط معاه، لعل الكلام اللي قلته انا غلط، انا قلته برشا مرات راه، وجبته حتى في الموضوع نتاع السلاح نتاع الوردانيين، وقلنا كيفاش الموضوع هذا يتسكر وكذا، لعل هو مظلوم. معناها احنا اكثر ناس معناها اللي انا نقدرهم نقول معناها مش معقول معناها الناس هذوما يتوقفوا هكاك. معناها انا الطيف نقول يلزم يقعد لبرا وتمشي المحاكمه اذا كان حقيقه معناها فما حكم نهائي باش يدخل حبس، الساعه هذيك يدخل حبس. لكن فما بالك لبرا الطفله هذيك مسكينه، تو هذا كلام هذا تو احنا ولينا معناها الناس كله اللي تنقد فينا، راهو العالم ينقد فينا، الولايات المتحده الامريكيه راهي غاضبه علينا، غاضبه هتشوف فينا اصدقاء، راهو الولايات المتحده الامريكيه باش نستعرف ما تنجمش تتخلى على تونس. راهي تونس بالنسبه لي هي معناها الانتصار في الحرب العالميه الثانيه باش نستعرف صار عام 43 مش 45. عام 43 الانتصار صار على رومل الجران جنرال الالمان تكسر هنا في تونس. دونك واحد امريكاني يقول لي احنا تونس نستفيلوا بها خير، انا قعدت بها قلت الناس هذوما يحكيوا كيف نستفيلوا خير، قال لي ايه نستفيلوا خير، قال لي تعرف تونس من بين زوج دول في العالم اللي كانت تطلب باش تنتمي للولايات المتحده الامريكيه، قول لها ايه؟ قلت له عاود ايش قلت؟ قال لي تونس كانت تطلب باش تنتمي الى معناها الولايات المتحده الامريكيه، قال لي يقولوا لا ايه. قعدت بها قلت له مثبت تقول؟ قال لي انا نقول لك، قال لي احنا ندخلوها تدخل، قال لي ما بقاوش خير منها، قال لي بلاد صغيره ومعناها شعب معناها متفتح وكذا، قال لي ومن البلدان القلائل اللي ما فماش انيموزيتي ضد الامريكان، معناها التوانسه ما يكروش فماش كره للامريكان على ولا وحكى لي قال لي الاوروبيين الاغلبيه نتاعهم كلهم يكونوا امريكان، فهمت كيفاش؟ دونك احنا نحافظوا على العلاقه الطيبه مع الولايات المتحده الامريكيه، نحافظوا عليها، وحتى كان النظام السياسي اليوم ماهوش من هذا الراي، راهو النظام السياسي ده ماهوش قاعد باش يمشي على روحه وباش يجي حد اخر باش يواصل في السياسه اللي بداها بورقيبه. بورقيبه ما يلعبش، بورقيبه ما فدلكش، بورقيبه كي مشى معناها مع الولايات المتحده الامريكيه. تعرف احنا اعترفنا اول بلاد تونس عملت علاقه تجاريه مع الصين عن سنه 58 مش تونس يعرف، لكن الاعتراف بالصين كدوله صار عام 64 65. عليه؟ لان وقتها صار معناها فما خلاف، فما حرب صارت تاع كوريا وكذا، الولايات المتحده الامريكيه قاعده حامله على الصين شويه غش، بورقيبه ما حبش معناها يوجعها، يقول لك انا حليف الولايات المتحده الامريكيه ما نمشيش هكا فاسيلمون نمشي للصين. وهذا يلزم السلطه نتاعنا تعرفوا، يلزم رئيسنا يعرفوا، يلزم يتبع يحاول باش يمشي في الثنيه مشى فيها بورقيبه. طيب سي هشام وصلنا لنهايه هذا الحوار، هذا هو في فرص اخرى ان شاء الله ومواضيع اخرى. شكرا لك على الدعوه وعلى التفاعل معنا. شكرا، ان شاء الله ما طولناش على الساده المتابعين.